دائما إذا ضاقت بكم الحياة الواحد يقرب لله سبحانه وتعالى، هذا أولا. ثانيا يغير البيئة. إذا مثلا في صديقات سوء غيروا صديقاتكم، إن كان البيئة اللي فيها فاسدة غيروا البيئة. أحد من صديقاتكم شفتوها تأثر عليكم تأثير سلبي غيروهم، اعتزلوا كل ما يؤذيكم. هي حياة واحدة حنا بنعيشها، في الحياة هذه تروح كذا ليه؟ تروح بدون الضحكة هذه ليه؟ مين يستاهل يسرق ضحكتك؟ مين يستاهل إنه يسرق فرحتك؟ لا، زي اللي يقولك اسرقيهم قبل ما يسرقون فرحتك. فالواحد على قدر ما يستطيع يسعد نفسه على قدر الاستطاعة، ويبعد عن الغثاء. أي شيء كذا تحسين إنه بيبدأ يغير ملامح وجهك بالحزن غيريه مباشرة، أو طلعيه من حياتك نهائي. لأنه اللي يحبك يسعدك، اللي يحبك يخاف عليك، اللي يحبك يهتم لك، اللي يحبك مستحيل يدخل التعاسة عليك.